اهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني انا مبسوطه اني عم بكون جزء من الفالنتاينز داي، كثير من عيد الحب والورد والدباديب والارانيب. والله بتآمنوا بعيد الحب؟ جيبوا هدايا لبعض. لازم لازم لو وردة يعني بغض النظر بغض النظر بس يعني شوف شوف هون بلشت تطلق وردة وردة يا زلمه. انت طب جيب لها شيء مثلا شوكولاته سلافه. يلا المره هاي بالله عليك بالله عليك عشاني. خلص ماشي. طيب احنا عندنا كونسبت كثير حلو ولطيف جدا جدا جدا، له علاقه بالطبخ، بس هالمره رح نقلب الادوار والموازين. بالعاده علا هي اللي بتطبخ، اليوم الاستاذ عادل هو اللي بده يطبخ. الباشا رومانسي. الله. انت باشا والله قديش رومانسي من 10؟ 11. يا سلام. بقول لك حبيبتي وعمري وحياتي وقلبي وعيوني وكذا. لما بده ياكل كل شيء بقول بيبي بالله عليك يا بيبي. منسف منسف. الفكره وين؟ انه هون في عندنا 4 طبخات. الاستاذ عادل له ساعه بقول يا رب باستا يا رب باستا يا رب باستا. طلعت مش موجوده. طلعت مش موجوده اساسا. طيب بدك هلا تسحب ورقه يا عادل. ايوه. وتشوف شو بدها تطلع طبختك. هلا علوشه انت مش رح تساعديه، خليه يطبخ ارتاحي. انت اقعدي تكتفي حطي رجل على رجل. اعطيه تعليمات. استاذي سمي بالله. هاتوا نشوف شو بده يطلع له لعادل. فريك. اسهل من الفريكه فيه. استنوا اجيب لكم اياها. فريكة الباشا. طبعا بدي اقول لكم بانه بقوليات الباشا ما شاء الله محتله مكان كثير مهم بالسوق الاردني لانهم بيستاهلوا. اليوم انا رح اقيم انا والشيف، هي رح تساعدك، رح تقول لك زيد حط تعال روح كذا مزا ما اوكي ماشي. حاضرين؟ ماشي. اذا مع بقوليات الباشا والفريكة اليوم عادل رح يعمل لنا فريكة عشان يطلع الباشا رومانسي. بيعرف يطبخ، يس حاول اكثر من مره وفي طبخات نجحوا. يس علا من اكثر الاكلات اللي بتحبها السي فود وخصوصا الشريمبس. تفضل سيدي انت انجوي. انا ما رح امسك شيء. عادل يطبخ لاول مره من عام ونصف. الله الله الباشا الرومانسي. كيف بس؟ الله انك روعه. عندك صدورة الدجاج. ايوه. وعندك بصلاتك. يا سلام. وعندك اكيد فريكة الباشا، وعندك بهارات الباشا اللي بدك اياه اللي بيخطر على بالك موجود. ملك البهار. ما إلك حجه. ماشي. وانا رح ادوق واقيم وما فيها واسطات. مش تقعدوا تقولوا لي والله احنا لنا سنه ونص تنادي وحابين، ما إلي علاقه. ضبط وضع لهم ساعه بيقولوا لي ما احلى شعراتك كذا، هذا ما يقبلش معايا. رح نبدا هلا مع الباشا الرومانسي الاستاذ عادل. تفضل. اكلة الفريكه. يا هلا بدنا نبهر الدجاجات. بهارات الباشا شو بتختار منهم لتبهر الدجاج؟ اول شيء نختار بهارات الدجاج. الدجاج بهارات الدجاج. يلا ايوه. خامس غيره تقريبا بمقدار ملعقه. بمقدار ملعقه. والله اسمعوا نفس الدور. طيب غيره. ملح ما بدك شويه ملح؟ لا بلا بس بدي احط رشه ليمون. ايوه برافو عليك. ليش الليمون؟ ايوه ناخذ شويه ملح. حلو. حط كمان زيت. هلا هيك بدك تفعفلهم فعفله سيدي. 100%. ايوه ها برافو عليك. رح ناكل اسكف فريكه. هلا بده يقطع البصل. مزبوط يا رب. لكم سنه ونص متجوزين كيف الحياه الزوجيه أيوة. بعد سنه ونص؟ 9 شهور. سنة و9 أشهر. سنه و9 اشهر وعندكم بنوته الله يحمي لكم اياها. لو بتجدد عقد الزواج بعد 5 سنين بقول لك بتكمل ولا ما بتكمل؟ بتكمل يا عادل؟ غمزني بس على العموم انا هون عشان اهدي النفوس. رح اشوف غمزك ولا لا. علا ببين معك على الكاميرا. الله هيك كاني انا طبخت. لا البصلات تمام ما بخلوا الواحد والله زاكي اكلها لعلا. زاكي بالله عليك. والله اذكى اكله بتعملها شو؟ يعني بصراحه في اكثر من اكله مش بس اكله واحده. اعطيني. يعني مثلا منسف زاكي لما تعمله. منسف. طب بس المنسف بعمل شيء زاكي. اعطينا غير المنسف. سي فود قال لي. شو السي فود بتطبخ؟ شريمب. صح هاي بعملها. زاكي تمزحي. احط لك شويه سمنه مش غلط. ليش لا هيك. يلا عرفت علي شلون؟ 100%. هسه بنحط ايش؟ ملح. البصل. هلا بنحط البهارات مع هلا البهارات. استنوا. اذا عم نقلب البصلات. هلا بدنا نحط فريكه الباشا فوق البصل واوريدي هي منقوعه. قديش لازم مدتنا نص ساعه. والله نص ساعه. احلف. مين غششك اياها؟ ثقتك شك فيها. نص ساعه. نص ساعه اكيد. طيب يلا زيدها اشوف كيف حرق البصل. انا شم ريحه المجدره. اشوف قد ايه صار. يا عمي والله انحرق. في حاجات بتمشي يا لينا.
ايوه لازم بس تسكرها. الله عليك والله انك شيف، اقسم بالله انك شيف. متحرقه انا يا الله ما بقدر هيك اشوفه بيطبخ. لا خلص ارتاحي 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 عم بطبخ هذا طبخة ما مرتبة. لن يتكرر هذا المشهد. طلعي البصل طلعي. البصل لونه شاركول على اسود على بنفكحي، يعني البصل بعطيها لون. البصل للامانه ممكن يكون فيها طعمه شوي حرق. شايفين هذا الاسود؟ بصل. يلا المهم الفريكه زاكي. الفريكه زاكي. الفريكه كويسه، هو اللي بتحسيها مدخنه مع زرب لانه عميل زاربينها زرب، والله مش قصدنا. هلا بدنا نحفظ. الله الريحه طلع الريحه. طيب هلا بدنا نسكب سيدي. يلا بدنا نسكب. هلا بتشوفي. ايوه يلا رح زبطها. تقبلي تاكلي؟ هذا اهم شيء. مجبوره. مجبور. هلا صراحه انا لانه انا مش كثير خبيره بالطبخ وعشان المصداقيه تكون عاليه، الشيف هبه اوريدي عملت طبق فريكه اللي هو بتاكل. هذا ديمو. هلا رح تغير رايها. شيف هبه تفضلي معنا يا شيف. لا صراحه شجعتني ودعمتني على لما كانت جنبي، لانه يعني بشكل عام هي دائما بتوقف جنبي بكل شيء في الحياه. اهلا وسهلا مرحبا. فيكي. شيف يعطيكم شم العافية ريحه أهلا حرق فيكي. ولا ريحه شو شم بالضبط؟ ريحة طيبة. ريحه طيبه والله انا شيف محترمه وحياة الله اقسم بالله. شيف انت وين فريكتك؟ اعطينا الحكي الصح. نشوف الفرق. هذا الحكي الصح. هذا الحكي الصح. والله شوفوا انا رح اكون جدا يعني عادله. اوكي شيف المطلوب منا انا وياكي ندوق ونعطي علامه من 10. تفضلي. الثقه بالله نجاح. الثقه بالله نجاح. إذا رح نبلش الآن في تذوق طبق فريكة الباشا من الباشا الرومانسي. مبينة هي. على فكره ما اكلتي غير بس ما أكلتي. لا والله لأكون عادلة. الشيف صفنت. هلا هي كنكهة طيبة كتير، كنكهة طيبة كثير، بهاراتها مزبوطة، بس بحاجة شوي لسوى على النار أكتر. مزبوط لأنه في أشياء مش بتقرش. بس كويسة. هاتي نشوف الفرق بالشكل. هاي زيادة كركم. هي متفتحة حباتها صارت لأنها استوت تمام. دبا ليه يا راجل؟ بدها كمان استوى لسه بدها وقت. بس والله للأمانة إنها مبهرة صح. والله يعني انصدمت شوي انه طلعت طيبه وبهاراتها ظابطه وملحها ظابط. بالعاده بيعمل دلع يعني، بس لا طيبه كثير. بس هو يعني المره الثانيه انا بسويها، هو اول مره واخر مره. شيف عادل حياتي لك. بهنيك. هو رح يصير يطبخ من يوم يعطيكم العافية. بإذن الله. يعطيك ألف عافية. من 10 قديش بنعطيه؟ 8. الله حلو. بيرفكت. والله وأنا بعطي 8. زقفوا. ممتاز. علامة ممتازة. إلك مستقبل باهر. أنت شو بتشتغل أصلاً؟ محامي. خليك بالمحامي. خلص ان شاء الله. إذا الباشا الرومانسي الأول أخذ معنا 8 علامات. شكراً للشيف عادل، شكراً للشيف علا، يعطيكم شكراً العافية. للشيف هبة. أهلا وسهلا فيكم. ننتقل للكب اللي بعده ونشوف تخبيص جديد. Stay tuned.